امتى الراجل ينكسر وامتى الست تقدر تكسر الراجل؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه. بصراحة وانا بعمل الفيديو ده سألت نفسي سؤال: في ستات وبنات معينة ممكن تشوف الفيديو ده وتستخدمه ضد الرجالة، يعني تحاولي تستفيدي علشان ما تقعيش في مشاكل او تنهي علاقتك مع الشخص اللي انت معاه. لكن في ستات وبنات معينة ممكن يستعملوه في الشر من اجل الانتقام او اذية رجل نفسيا، واللي لازم تعرفيه لو عملت كده من الاخر انت الخسرانة مش الراجل. الراجل بيتكسر من الحاجات دي، هو فعلا يستاهل يكون معاكي مش حد تكسريه. طب امتى الراجل يتكسر وامتى الست تقدر تكسر الراجل؟ بصراحة في 4 حاجات، حتى لو عملت واحدة منهم اعرفي ان الراجل ده اتكسر وجواه ألم كبير جدا وممكن ما يبانش عليه ويتعامل معاكي عادي جدا. اول حاجه واكتر حاجه منتشره للاسف، يعني لما تبقى عارفه ان الراجل اللي معاكي مش قادر يوفر حاجه معينه وتروحي تطلبيها منه وانت عارفه كويس انها فوق امكانياته، ساعتها بتحطيه في موقف صعب جدا. الراجل اكتر حاجه بتكسره فعلا هي قله الحيله، بيحس انه مش قادر يعمل حاجه، مش علشان هو مش عايز، علشان هو مش قادر. ولما بتحطيه في الموقف ده بيحصل حاجتين: واحد، بيبدأ يغضب ويحس إنك بتقللي منه وبيبدأ يعمل مشاكل وبيبقى عصبي جدا من غير سبب واضح. 2، بيبقى نكدي وحزين على طول وتلاقيه بيفكر كتير ودماغه مشغولة دايما: أوفر إزاي؟ أعمل إيه؟ أجيب منين؟ وده بيضغط عليه نفسيا جدا. علشان كده لو انت اخترت راجل بإمكانيات معينة يبقى لازم تحترمي الإمكانيات دي، تحترمي ظروفه، ما تعديش حدودك، ما تطلبيش منه طلب فوق امكانياته، ما توصلوش لمرحلة انك تكسريه وانت مش واخدة بالك. ولو مش مقتنعة بيه من الاول ما تختارهوش، بس لو اخترتيه احميه وساعديه وكوني سند ليه مش حمل عليه. الحاجة التانية، ودي من أكتر الحاجات الشائعة جدا بتخلي الراجل يعني خلاص بيحس بألم شديد جدا، إنك تحسسيه بعدم الرضا. ولما أتكلم عن عدم الرضا فده ليه مستويين: أول مستوى إنك مش راضية عن شكله، تحسسيه إن في حاجة في شكله مش عاجباكي، إنه مش لايق بيكي أو حتى مش مناسب ليكي أو مش بتحبيه وإنت شايفة إنك تستحقي أكتر من كده بكتير. ومن هنا الراجل يبدأ يشك فيكي ويسأل: ممكن تعجب بحد تاني، ممكن تكون بتكلم حد تاني، ممكن تتعرف على شخص تاني، فيبدأ يراقبك أكتر فأكتر ويضغط عليكي أكتر ويدور وراكي أكتر. أنت مخبية حاجة، أنت بتعملي حاجة من وراه، أنت بتفكري في حد غيره. كل ده بيبدأ من لحظة واحدة، إنك حسستيه مش راضية عن شكله. فلو في حاجة نفسك تغيريها فيه قولوله بهدوء وساعديه، مش تلوميه ولا تعتبي عليه، لانك من البداية انت اللي اخترتيه. اما المستوى التاني من عدم الرضا، يعني مش راضي عن الحياة معاه، يعني طول الوقت بتدمري العيشة معاه، بتدمري اسلوبه، بتدمري نمط حياته، بتدمري طريقة تفكيره او اوقات شغله. ولما الراجل يحس ان الست اللي بيحبها بيحاول يرضيها بكل الطرق ومش راضية عنه او على علاقتها بيه، وهنا الراجل بينكسر، بيحس انه مهما عمل مش كفاية، لان كل الامور اللي بيعملها بتصب في مجرى واحد: يحاول يحصل على الرضا وفي النهاية مفيش اي رضا. ساعتها بيتألم ألم شديد جدا. الحاجة التالتة ودي اكتر حاجة بتكسر الرجل فعلا: انك تنكري مجهوده ويكون في بينكم شجار، وبعدين تيجي في لحظة غضب او انفعال تقولي له الجملة اللي بتقتله من جوه: انت اصلا ما عملتليش اي حاجة. الكلمة دي بتكسر رجل تماما، ولانه ممكن يكون عمل علشانك حاجة، تعب، شايل مسؤولية، ضحى، كل ده علشانك، واول ما تقولي له انت ما ضفتش في حياتي اي حاجة، هو هنا بيحس بألم كبير جدا، والألم ده يخليه ينسحب او يغلط غلطة تانية. كل ده بسبب جملة واحدة بس: انك انكرتي كل اللي عمله الشهر اللي فات او حتى السنين اللي فاتت. علشان كده اوعي يا بنت الناس تظهري للراجل انك منكرة بمجهوده،
لانه ببساطة هو بيفهم انك مش مقدرة مجهوده، مش محترفة بمجهوده، ساعتها بتكسري كل حاجة حلوة اللي لسه باقية فيه. رابع حاجة وآخر حاجة ومن أكتر الحاجات اللي بتكسر الرجل فعلا، إنك تعملي حاجة من وراه أو تخبي عنه حاجة أو حتى تكذبي عليه في موضوع بسيط، اللي لازم تعرفيه إن دي ضربة كبيرة جدا بالنسبة للراجل. ولما بيدخل في علاقة ويكون بيحبك جدا ويكون ملتزم معاكي جدا، أكتر حاجة بيحتاجها منك هي الثقة. فمجرد ما يكتشف إنك خبيت عليه حاجة أو كذبت عليه حتى لو كانت بسيطة جدا، فبيبدأ يفكر في الانسحاب فورا، لأنه فقد أهم حاجة فيكي هي الثقة. وللأسف مش بيشك فيكي لوحدك، ده بيفقد الثقة في الجميع. يعني حتى لو كذبت عليه في حاجة تافهة جدا أو خبيت عليه حاجة شايفاها بسيطة، هو مش بيشوفها لأنه كان واثق فيكي، كان شايفك الشخص اللي ما بيكدبش عليه أبدا. ولما بيكتشف غير كده بيتدمر، بيبدأ يعاملك بشكل مختلف، بيبدأ يغضب ويزعل ويبقى قاسي في رد فعله، لأن مش شايفك تستحق الثقة اللي كان مديهالك. فلو عايزة تحافظي على علاقتك بالراجل، خلي بالك من الأربع حاجات دول. ما تخلوش يحس إنه قليل الحيلة، ما تزرعيش فيه عدم الرضا، ما تحاوليش تنكري مجهوده، كوني صريحة معاه دايما حتى لو الصراحة هتزعله. الراجل بيقدر الست جدا. لو الحاجة اللي قلتيها هتوجعه، طول ما انت صريحة وما بتخبيش عنه حاجة، هو هيفضل يقدرك ويحترمك. ولو عجبك الفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي.